اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فليغرسها. اللي مش عارف بودكاست فليغرسها، احنا كنا اتكلمنا عنها في حلقات قبل كده، واتكلمنا عن الاسم جه منين، وقلنا الاسم الفكره الاساسيه بتاعته هي الاعمار في الارض. اذا قامت الساعه في يد احدكم فسيله فليغرسها. ان انت تكون بتحط الانبوت بتاعك او بتحط تاثيرك في الارض. ممكن ده يكون عن طريق الناس انت بتتعامل معاها، ممكن يكون ده عن طريق شغلك، ممكن ده يكون عن طريق الحاجه اللي انت بتعملها. حتى لو فعلا انت بتزرع، فانت ده اعمار في الارض. لو انت مثلا بتبني مهندس مش عارف ايه، ده اعمار في الارض. لو انت دكتور، حتى لو انت جرافيك ديزاينر عشان خاطر تخلي شخص ما عنده بيزنس يبيع منتجاته، فالطرف الاولاني يستفيد والطرف التاني يبقى بيستفيد عشان خاطر هو بيشتري الحاجة وبيبقى حاجة عايزها وبتفيده وبتساعده. انت كده بتعمل في الارض بشكل من الاشكال طبعا. فده فكرة البودكاست اللي انا جاي اقوله لكم النهارده، او اللي انا جاي عايز اتكلم معاكم فيه. كنت من فترة كبيرة، مش كبيرة يعني، من حوالي اسبوعين او حاجة، كنت في ايفنت. ف بعد ما خلصت كنت بدي توك، والتوك كانت لذيذة حلوة طويلة شوية، ونزلت بتكلم مع الشباب تحت في البريك. فلقيت حد بيقول لي امتى اعرف. السؤال ده بقى حلو قوي، السؤال ده سؤال وجودي. فخلينا كده يعني نقول السؤال ونتكلم فيه اكتر، وبعد كده نجاوب عليه. امتى اعرف ان الحاجة اللي انا بسعى لها دي من نصيبي فكمل فيها سعي، وامتى اقول لا خلاص هي مش عايزه تيجي وما بتجيش ومش عارف انجح فيها، وانا عمال احرق فيها مجهود كبير وعمال اهلك فيها طاقتي وعمال اسعى 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 اسعى. فامتى اعرف انها بتاعتي فكمل فيها حتى لو هي مش بتيجي دلوقتي، بس امتى اكمل؟ وامتى لا دي مش بتاعتي فخلاص ممكن احط طاقتي دي في حاجه تانية تيجي بسهوله، او احط طاقتي مثلا او اوفرها، حتى لو مش هحطها في حاجه تانية اوفرها اقعد ارتاح. نفسيتي اهم، صحتي اهم، ده على كل الاصعده طبعا، نفسيتك اهم. فالسؤال ده سؤال فيه يعني في فكره فوق الفكره بتاعه ان انا امتى اسعى وامتى لا. وهقول لكم فيها دلوقتي، هقول لكم ايه الفكره اللي فيها دلوقتي، بس خلينا نتكلم عن السؤال شويه. انه ليه انا بسعى في الحاجه وانا مش عارف اذا كانت دي بتاعتي ولا لا اصلا. والحاجه التانية، انه امتى فعلا اقول خلاص دي مش جايه، وامتى اقول يعني امتى turn my back on it، هم بيسموها كده بالانجلش، امتى اديها ظهري، امتى خلاص اشوف حاجه تانية او ما اشوفش حاجه تانية انا خلصت. اللي بيظهر السؤال ده عندنا كشباب تلات اربع حاجات كده عايزين نتكلم فيهم، وفي الاخر زي ما قلت لكم هنجاوب على السؤال. بس اللي بيظهر السؤال ده هو ارتباطنا الاساسي بفكرة النتيجة. انت مش عارف انت النتيجة هتطلع ايه، ومع ذلك انت مرتبط بيها بشكل كبير قوي. بمعنى ايه؟ خلينا نتكلم في الحته دي عشان الحته دي مهمه قوي. انه انت دلوقتي بتسعى في حاجه، بتسعى مثلا عايز تبقى جرافيك ديزاينر، بتسعى عايز تبقى بروجرامر، بتسعى عايز تبقى بابليك سبيكر او ترينر، بتسعى عايز تعمل اي حاجه في الدنيا، وعمال بتجتهد فيها جامد 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 جامد، والحاجه مش بتيجي، وانت مش عارف هي هتيجي اصلا ولا لا. فانت لا تجهل، سوري، انت تجهل النتائج، انت لا تعلم النتائج، ومع ذلك انت مربوط بيها. وهنا بقى بناخد خطوه لورا. انت كشاب كبنت دلوقتي في سن مثلا المراهقه او العشرينات او حتى الثلاثينات، انت بتسعى في الحاجه ماشي عشان خاطر انت عايز تحسن من مستواك، عايز ده الشغل اللي انت بتحبه، عايز تبني نفسك، عايز تقف على رجلك، عايز تثبت نفسك، عايز تبقى مشهور، عايز تبقى غني، عايز تحسن من مستواك المادي، عايز تحسن من مستوى اهلك، عايز تعمل مليون حاجه. فارتباطك بفكره النتيجه دي اكتر حاجه هتجيبك لورا. ليه؟ لان هي مش في ايدك اصلا. احنا كشباب برضو في السن ده دلوقتي، انت بتبقى دايما بتفكر طب اعمل ده ولا اعمل ده ولا اعمل ده ولا اعمل ده، لان بيكون في معطيات كتير قوي. ثانيه واحده. بيكون في معطيات كتيره قوي قدامك، فانت مش عارف، انت مشتت اصلا لدرجه انه انا عايز يعني ننجز ها دي هتنفع ولا مش هتنفع، ولا هتجيلي ولا مش هتجيلي، عشان في حاجه وتانية وتالتة ورابعه و18 حاجه كده كمان لسه على جنب عايز الحق اعملهم، عايز الحق اجربهم، وعايز الحق اخوض التجربه بتاعتهم. فانت على طول اول ما بتدخل في حاجه بتبقى عايز تطلع منها، لان الفتره اللي احنا فيها دلوقتي فتره الاتنشن سبان القليل، عنصر التركيز القليل قوي. التيك توك والانستجرام والشورتس والبتاع، انا اي داوت اصلا ان ممكن يكون حد بيتفرج على البودكاست دي وهو قاعد مركز وبيتفرج عليها على اليوتيوب. هو انت يا مشغلها وانت في الطريق، يا مشغلها وانت في الجيم، يا اما بتسمعها مثلا في اي حته في العربيه او ايا كان، او انت بتعمل حاجه، بنت لو مثلا بنت ولا حاجه وهي بتروق البيت او ايا كان. ف
فما بقاش عندنا القدرة ان احنا نقعد نفكر ونركز ونمسك الحاجة ونقعد عليها 3 4 5 ساعات ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا بنعمل الحاجة دي، و3 4 ساعات يوميا لمدة 3 4 سنين عشان تشوف اذا كانت دي هتنفع ولا لا. صح؟ فالعنصر ده فقد. انت بقيت عايز، انت عايش في عصر السرعه، سرعه في كل حاجه، سرعه في ان انت لو هتجيب دليفري بقى في ابلكيشنز دلوقتي بتتنافس انهي واحد اسرع انه يجيب لك الطلب لحد بيتك. ماشي، بقى في ابلكيشنز دلوقتي بتتنافس ان انت تجيب الحاجه وانت قاعد لحد، انت لو عايز تجيب ايه ممكن تجيبه وانت تطلبه اونلاين، وفي شيبمنت دليفري في نفس اليوم، يجي لك في نفس اليوم. ده ما كانش طبيعي زمان على ايام اهالينا وايام الناس عندها 40 و50 سنه، ده ما كانش طبيعي. ده عشان يجيب حاجه انت عشان تجيب معلومه بتفتح تعمل كده، دلوقتي خلاص جبت المعلومه. هو على ايامه عشان يجيب معلومه كان ممكن يقعد اسبوع، ممكن يقعد كام يوم وينزل ويدور ويسال ده ويبص في الجرايد ويروح مكتبه عامه ويحاول يلاقي كتب ويحاول يا اما يستعير كتاب يا اما يشتريه ويقعد يقرا فيه ويدور على المعلومه. انت دلوقتي بشات جي بي تي كمان، مش بالريسيرش العادي، يعني السيرش العادي ده كان مرحله ادفانسد قوي. انت بشات جي بي تي دلوقتي دخلت عليه قلت له بقول لك ايه، انا عايز اعرف 1 2 3، خلاص جاب لك كل حاجه. انا كنت في حاجه معينه كده كنت هدي فيها تريننج، فانا كنت عايز اكتب ملخص لحته بورت معين من تريننج فول داي، يعني التريننج كامل كنت عايز ملخص كده لحاجه ربع ساعه. ففتحت ولسه هقعد اكتب وبتاع كده، فكرت طب ما انا ممكن اقول له هو يعملها لي، يكتب لي الملخص ده. فرحت فاتح شات جي بي تي، انا عايز كذا 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 ملخص للحته دي عشان هدي عليها دي بريفنج بعد كذا بعد كذا بعد كذا، فيا ريت تديني عليها واديني عليها اكزامبلز وقول لي هشرح دي امتى وهعمل دي امتى. لقيته في ثانيه 3 دقايق بالظبط على ما البرومبت، يعني كتبت البرومبت وعلى ما هو خلص الكتابه 3 دقايق بالظبط، ولقيته كتب لي كل حاجه. كتب لي الكونسبت اللي انا كنت عايز اشرحه والبريف اوفر فيو عنه، اللي هو في المجمل كده ده بيتكلم عن ايه، مين اللي عمله، طب وده بيستخدم امتى، والامثله بتاعته اهي، ولو هتطبقها اهو حته كده. فزمان ما كانش فيه الكلام ده دلوقتي. فاحنا دلوقتي بقينا انتايتلد او بقينا مربوطين اكتر بفكره السرعه. فانا دي حاجه مش نافعه، انا عايز انجز، في قدامي 50 اوبشن تاني عايز اجربه، في قدامي 3000 مجال تاني عايز اشوفهم، في قدامي هنا حد بيقول لي تعالى خد كورس، وهنا حد بيقول لي تعالى اعمل ماسترز، وهنا حد بيقول لي روح اعمل ام بي اي، وهنا حد بيقول لي لا انت شكلك مش نافع، وهنا حد بيقول لي روح اشتغل كول سنتر، وهنا وانا بفكر اصلا اشتغل فود بلوجر، شغلانه اللي مالوش شغلانه. فاهمين قصدي؟ هما بيقولوا عليها كده يعني. فدي الفكره. فانت بتيجي في مرحله في المراحل دي كلها وانت بتسعى انت مش عارف. فانا بس بفصص لك السؤال، بقول لك احنا بنحس كده ليه، وبعد كده هنتكلم فيه اكتر. بس احنا يعني دي تاني حاجه، اول حاجه ان انت مش عارف الاجابه، وتاني حاجه ان انت عايز كل حاجه بسرعه. تالت حاجه بقى ودي برضو مهمه، انه انت مش فاهم تحقيق معادله السعي. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي امتى اقول ان انا خلاص بقيت شاطر في المجال ده، او امتى انفع فيه؟ كان اسمه ايه، ثانيه واحده افتكر اسمه، انا عندي الكتاب بتاعه هنا بس انا مش فاكر اسمه. مؤلف مالكوم جلادويل مؤلف كتاب اوتلايرز. كان بيتكلم، الراجل ده من احسن واشطر الناس اللي بتكتب على مستوى العالم. انا بجد الراجل ده لما بقرا كتبه حاجه يعني، في عنده سيكونس مختلف في طرح الفكره وازاي بيربطها بالقصص، فانت بتحس ان انت انجيجد ودخلت معاه في الكيس ستاديز والارقام والقصص اللي هو بيقولها عشان تفهم الفكره. فكان بيطرح فكره في كتابه اوتلايرز في اول شابتر ليه، بيقول كونسبت ال 10000 ساعه، كنت عملت عنه حلقه كونسبت ال 10000 ساعه ده قبل كده. فبيقول انه انت عشان توصل لمرحله ان انت عايز تقول يعني ان انت شاطر في الحاجه دي او بتعرف تعملها، فانت لازم تكون حطيت فيها مش اقل من 10000 ساعه. يعني ايه حطيت فيها؟ يعني اشتغلت فيها مش اقل من 10000 ساعه، ركزت فيها، اشتغلت فيها، اتطورت فيها، قعدت عملت مليون حاجه فيها. 10000 ساعه دي رافلي لو انت مثلا هتحط 10 ساعات في اليوم مثلا، يعني 10 ساعات في اليوم او 8 ساعات في اليوم، هتاخد منك 4 سنين بلس اور ماينس. يعني انت لو هتاخد 10 ساعات او اكتر شويه هتاخد 3 سنين ماشي، لو اقل 8 ساعات 6 ساعات فبتتكلم 4 5 سنين. وده التطور الطبيعي. الاربع 5 سنين دول هم اللي هيخلوك تعرف تقول ان انت بقيت شاطر في الحاجه دي ولا لا. فاحنا بقى كشباب دلوقتي مع الحاجات اللي انا قلتها لكم في الجزء الاولاني من الفيديو، فاكرين ان لما انا اقعد دلوقتي اسبوعين
3 6 شهور سنة بحاول ادخل المجال الفلاني واتعلم عنه واستفيد واقرا عنه واشوف هنا بيقولوا ايه وهنا بيعملوا ايه، واحاول كده اذاكره شويه وادخله في عمل تطوعي واشتغل عليه وعلى نفسي في الحاجه دي. فاكر كده ان انا بعد السنه ايه ده، دي مش نافعه معايا، ده انا المفروض بقى ما امشي واسيب المجال ده ما اشتغلش فيه. وده بيحصل، انا عملت كده. عشان كده انا جاي ارد على السؤال ده، لان انا عملت كده، حصلت معايا، هقول لكم ليه دلوقتي. فهقول احكي لكم القصه اللي حصل فيها كده يعني. ف فالفكره مش فكره سنه ولا 2 ولا حتى 4 ولا 5، فكره انت عايز تجيب ده ولا لا. القصه اللي حصلت معايا بمنتهى الاختصار كده عشان ما نطولش قوي يعني، انه انا لما اتخرجت من الكليه، اتخرجت من كليه هندسه، واكتشفت ان دي مش الحاجه اللي انا عايز اعملها اطلاقا. اتكلمت عن ده في كذا فيديو، ممكن اعمل لكم فيديو مفصل بحكي فيه الموضوع ده. فمن وانا في الكليه ابتديت استكشف مجالات كتير واجرب ده واجرب ده واجرب ده، لحد ما وقعت في حب مجال ال L&D learning and development والكوتشنج والحته دي كلها. فقررت ان انا هشتغل في المجال ده، خلاص دي الحاجه بتاعتي، دي الحاجه اللي انا عايز اعملها. فقعدت اشتغل على نفسي فيه 2 3 في الكليه، واتطور فيه، وعملت تطوعيه واجرب هنا واتعلم هنا، واعمل فيديوز على اليوتيوب وما تنفعش وانت ما ينفعش والشانل ما تكبرش، واوقف وبعد كده ارجع تاني واوقف. قعدت في المرحله دي كتير قوي. بعد كده اتخرجت، اشتغلت شويه في مجالات مختلفه عشان كنت بحوش فلوس الكورسات اللي انا كنت عايز اخدها. وبعد كده بعد ما خدتهم وعايز ادخل بقى المجال بتاعي، مش عارف ادخل المجال. قعدت فيه كتير مش عارف ادخل المجال. كتير ده اللي هو قرب يعني مش سنه، مثلا نتكلم في 6 شهور 7 شهور 8 شهور حاجه كده يعني. مش عارف، وبدور على شغل وببعت ايميلات وبكلم ناس وبعمل نتوركينج وبعمل كل حاجه وببعت السي في بتاعي وبعدل في السي في بتاعي وبعمل كل حاجه، مش حاجه نافعه. فقررت انه شكله ده المجال ده مش نافع معايا، شكلي مش شاطر فيه، تعال نسيبه بقى. سبته ورجعت الهندسه. قعدت فيها بالظبط 4 ايام ونص. 4 ايام وكنت خلاص يعني ما استحملتش في الشغل في الموقع يعني. واكتشفت ان دي بقى بالعكس، بقى الهندسه دي بالعكس هي دي الحاجه تحديدا انا مش عايز اعملها بجد، مش هتنفع معايا. فرجعت تاني، انا مش شايف اي طريق تاني يعني. عارفين بيقول لك ايه؟ في سيف نت دي لما بتروحوا السيرك او مثلا حد بيبقى بيلعب بيعمل حاجات جمباز ومش عارف ايه وخطر وكده، تحته بيكون في شبكه اللي هي بتلحقه، لو وقع من فوق تلحقه، فبيسموها سيف نت. ففي علم الكارير يعني او في الكارير ديفلوبمنت بيقول لك دي السيف نت بتاعتك. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا خدت شهادتك في كليه هندسه وهتروح تشتغل اي حاجه، هتروح تشتغل رسام مثلا، ما نفعتش، انت عندك سيف نت، في حاجه هترجع تقع عليها تاني وخلاص تشتغل. فدي كانت السيف نت بتاعتي. فما جربتها لقيت انها اصلا مخرومه، هي مش هتنفع معايا، مش هستحملها. فما كانش عندي اوبشن تاني غير ان انا انجح في ده. دي الحاجه اللي انا عايز انجح فيها، دي الحاجه اللي انا عايز اشتغلها. فقررت ان انا هكمل في ده خلاص. it took me loads amount of effort بقى يعني، مجهود بشكل مبالغ فيه. كنت بشتغل فول تايم من 9 ل5، وكان عندي شغل تاني يعني، كنت بشتغل شغل تاني جنبها مثلا من 6 ل10، من 6 ل11. في ايام كانت بتبقى من 6 ل2. في ايام كنت بقعد اشتغل فيها كده كذا اسبوع ورا بعض، لو انا بنام في اليوم 4-5 ساعات، وفي الويك اند بقى بنام على قد ما اقدر. وتعبني الفتره دي، تعبت جسمي يعني، هلكتني، مش هزار. وده ما انصحش اي حد يعمل كده، لان انا بدفع ثمن ده دلوقتي. فبعدها جات لي شغل تاني، بعدها جالي شغل تالت، كلها فريلانس بقى مع الشغل بتاعي الصبح. وبعدها يجي لي شغل تاني الصبح اللي هو ال 9 ل 5 احسن. وبعدها يجي لي شغل تاني بعد الظهر، وبعدها اطلب في ايفنت، وبعدها اطلب في توك، وبعدها تعالى عايزينك، وبعدها تعالى ادي مش عارف ايه. والموضوع ابتدى يكبر واحده واحده واحده، لحد ما الحمد لله بقيت الحمد لله على اول الطريق بتاع الحته دي، والحمد لله بقيت كويس فيه بفضل من ربنا طبعا. فدي فكره خدت مني، قعدت افكر كده خدت مني قد ايه. خدت مني 4-5 سنين، 3 في الكليه و2 بعدها، 10,000 ساعه. ودلوقتي الحمد لله انا ويل استابلشت فيه، او الدنيا فيه كويسه. فرجوعا بقى للسؤال، الاجابه بتاعته ايه بقى؟ لو انا دلوقتي عرفت خلاص السؤال، اكمل سعي ولا ده مش طريقي؟ ماشي. فانا عرفت ان انا في الاول انا رابط نفسي بالنتائج، تاني حاجه ان انا ما عنديش صبر، تالت حاجه ان انا اصلا حطيتش المجهود الكافي. ان الاجابه تبقى الثلاث حاجات دول. اول حاجه، انت رابط نفسك بالنتائج، دي مش بتاعتك ولا بتاعتك ولا اي حاجه. انت بتسعى بتجتهد، نتائج الاوتكم الريزلت اللي بيطلع في الاخر ده هديه من ربنا ليك. فما تحاولش انك تفكر ايوه انا ده المفروض بقى اطلع النتيجه اللي انا عايزها تحديدا ولا اسيبه. لا، هو انت ما تفكرش كده خالص.
انت بتفكر في ايه؟ انا هشتغل، هجتهد، هسعى النهارده الصبح، هصحى هعمل الشغلانه اللي انا بعملها دي ولا التاسكايه اللي انا بعملها دي، احسن واحد هيعملها هو هيبقى انا، مفيش حد تاني هيعملها زيي، ماشي؟ وهحط كل مجهودي فيها، صح؟ بعد ما بخلص مجهودي ده واسعى بالمنظر ده واشتغل بالمنظر ده، لما بتروح بقى بالليل او خلاص لو انت بتشتغل على مكتبك حتى زي هنا كده مثلا عندي، تقعد على السرير، لازم قلبك ما يتعلقش بالنتيجه. النتيجه دي بتاعت ربنا، خلاص هو بيقول لك ايه؟ سيبني انا بقى هدبرها لك. وعلى فكره جزء من الاختبار هيبقى ده، انت فعلا بتيك كنترول اوفر كل حاجه، انت عايز تطلع النتيجه اللي انت عايزها، ولو ما طلعتش دي يبقى هي ده مش نافعاني، ولا انت واثق في العنايه الالهيه، واثق في قدره ربنا بيك. في حاجات كتير قوي كنت بشتغل عليها واجتهد فيها واسعى، ومن ضمنها اليوتيوب شانل دي، وفضلت ما بنامش وبسهر واطبق واعمل فيديوهين في الاسبوع. الفتره بتاعت كورونا دي كنت عامل فيديوهات كتير جدا، مفيش اي حاجه منها نفعت، مش اي حاجه نجحت. بس اكتشفت حاجه، انه المجهود اللي انا حطيته في اليوتيوب شانل دي خدت الاوتكم بتاعه، خدت الريزلت بتاعه في حاجه تانية بره، في شغلي الاوفلاين. بقيت الاقي مثلا حد بيكلمني كده وانا مش عارف جابني منين، بقول لك ايه احنا عايزينك كذا كذا كذا، فدي حاجه انا ما ساعدتش ليها. ولا سعيد؟ لا سعيد في الفيديوهات، في حاجات معينه عملتها، في حاجات اشتغلت عليها ما خدتش نتيجتها في ساعتها، او ما خدتش نتيجتها اللي انا عايزها. فمحتاج تعمل حاجه اسمها ديتاتشمنت، تفصل، تبعد نفسك عن النتيجه. انت بتسعى، هو ربنا قال لك كده في القران، وان ليس للانسان الا ما سعى. انت بتسعى صح، تجتهد صح، بتشتغل على نفسك صح، بس خلاص تروح تنام بالليل مالكش دعوه بقى النتيجه دي جايه ولا مش جايه. ليه؟ لانك عمرك ما هتعرف تفصل النتيجه الانسب ليك والاصلح ليك والاحسن ليك زي ما ربنا هيعمل، لانك عبد في الاخر، انت عبد. فاللي بيحصل اللي بيجي لك لازم يعني ايه، خلاص هي دي شكرا يا رب الحمد لله، انا شايف ان دي احسن حاجه، وقد كان وحصل معايا كتير قوي. فمحتاج تبقى فاهم الكونسبت ده، يعني محتاج ما تعملش اوفر ستريسنج على الشغل ده او على النتيجه تحديدا اللي انت عايزها. انا عايز اعمل 1,000,000 جنيه في السنه مثلا، ماشي؟ طب ما عملتش، خلاص هي ما اتعملتش، هو تلاقي ربنا اداك المجهود ده نتيجته في حاجات تانية كتير، وممكن السنه اللي بعدها تعمل 1,000,000 جنيه دي في شهر مش في سنه. انت ما تحسبلهاش الحسبه اللي مخك او عقلك يعني يقدر يفهمها، هي ما تتفهمش كده. لازم تبقى فاهم انه انت مثلا لو الليميت بتاعك اهو، في بقى افتح الليميت ده كده، دي بقى القدره دي حاجه بقى انت نفسك مش هتعرف تتخيلها، فما تحاولش، سيبها، خليك واثق في ربنا كده، خليك فاهم، قول له يا رب انا معاك بس خلاص، بس مع الاخذ بالاسباب. فدي اول حاجه. تاني حاجه، محتاج تحط المجهود. فلما انا كل يوم اصحى اشتغل على نفسي واجتهد واذاكر واتعلم واخد كورسات واذاكر في شغلي واطور من شغلي واحاول اترقى واعمل مش عارف ايه، دي خلي بالكم يا جماعه، خط النجاح او قصه النجاح او طريق النجاح هي طريق طويل ممل مرهق في احيان كتير قوي، او مش في احيان كتير، تقريبا في اغلب الاحيان يعني، ماشي؟ ومحتاج نفس طويل. يعني هو اللي بيكسب مش الشاطر، هو اللي بيكسب اللي نفسه طويل. والدليل على كده ان احنا بنشوف ناس ساعات انت بتحس كان هو ايه ده عملها ازاي ده، او جابس دي ازاي، او ده مش احرف لعيب كوره مثلا، او ده مش احسن واحد يعمل بودكاست، او ده مش احسن واحد يعمل تريننج، ولا ده مش احسن واحد يشتغل محاسب، ولا عمل ده ازاي؟ كونسيستنسي، اشتغل على نفسه كتير. في الجيم مثلا، ايه ده كان رفيع وكان قد وبقى عمل ده ازاي؟ كونسيستنسي. دي الفكره، ان انت تشتغل على نفسك كتير، الاستمراريه. طريق طويل، ده قعد كام سنه ده عشان يعرف يعمل اللي انت بتعمله. فاهمين قصدي؟ فدي الفكره. فانت محتاج تفهم الكونسبت ده. تالت حاجه واخر حاجه اللي احنا قلناها، اللي هي فكره ال10,000 ساعه، انت محتاج تركز، تحط لنفسك جولز معينه، اشتغل عليها وحط دماغك فيها وما توقفش سعي. ودي اجابه السؤال، اكمل ولا الطريق ده مش بتاعي؟ ممكن يبقى مش بتاعك، ودي هتعرفها بس مش في حاله ان انت بتسعى وما جاتش. ممكن يبقى مش بتاعك، هي في حاله ايه؟ ان انت بتشتغل عليه وانت قرفان، بتشتغل عليه وانت زهقان، بتشتغل عليه وانت بتكرهه، زي ما انا قعدت 4 ايام ونص كده بتشتغل عليه وانت مش عايز تعمله. هي دي المرحله اللي تقول فيها لا انا مش ده. غير وشوف حاجه تانية اسعى فيها. دي الحاله اللي ممكن تعمل فيها كده.
لكن لسه ما جاتش عادي. طب اتاخرت شويه عادي. طب جات لي حاجه تانية انا مش عايزها دلوقتي بس يعني يلا الحمد لله عادي. الحمد لله، اشتغل باللي في ايدك وانقل على الخطوه اللي بعدها. فاجابه السؤال انه في الاخر اوقف سعي ولا اشوف حاجه تانية ولا اعمل مش عارف ايه، ممكن تشوف حاجه تانية في حالات معينه، بس مش عشان النتيجه اتاخرت او مش عشان ما جاتلكش اللي انت عايزه او مش عشان ما قلتش ان انت نجحت النجاح اللي انت ممكن تكون ناجح على فكره، ممكن تكون شاطر في المجال ده جدا وممكن تكون الناس شايفاك فيه شاطر، بس انت عشان عايز نجاح معين، عايز توصل لليميت لليفل معين لسه ما وصلتلوش، فانت فاكر انت كمان ما نجحتش. صح؟ شوف كده اي بروفيشن، اي شغلانه حواليك ايا كان مين اللي بيعملها، هتلاقي ان هو الحاجه الوحيده اللي عملها هو فضل يشتغل على نفسه حتى وهي ما كانتش بتجيله. وانا جاي من هناك وبقول لك كده برضه، كام انترفيو رحت واترفضت فيه، كام تريننج عملته وما قبلتش فيه يعني ديمو، كام حاجه اشتغلت عليها وما عملتهاش، حتى الفيديوز قعدت عملت فيديوز للصبح والشانل ما كبرتش وستيل انا بكمل. ليه؟ لان انا عندي حاجه عايز اقولها، هي دي السعي. انا جاي اكلمك هنا عن اعمار. فانا لما اقول لك في الاول البودكاست اسمها فليغرسها، ودلوقتي بقول لك اسعى كمل وخلي بالك انت ماشي في الطريق الصح، بس انت محتاج شويه وقت ومجهود وما تخافش. فانت تروح تسعى فتعمر في الارض فتكبر فتوصل لليفل كويس، فربنا يديك ثواب لده بالذات لو جددت النية، ويديني ثواب لده ان انا ساعدتك على ده. ويوم لما تكبر وتبقى مدير او تكبري تبقي مديرة او ام او اب او صاحب شركة، ويبقى عندك ناس وبتعلمهم وقلت لهم نفس الكلام او قلت لهم فيما معناه وخليتهم يعملوا نفس الحاجات، هم خدوا ثواب وانت خدت ثواب وانا خدت ثواب، وفي الاخر بنستفيد دينيا ودنيويا. فليه توقف سعي بالذات لو حاجه انت بتحبها يعني؟ بس فانا كده خلصت الرساله بتاعت الفيديو ده، وبقول لك كمل عشان تعرف فعلا توصل للليفل بتاع الرضا بتاعك، الرضا الوظيفي ده، او توصل تحس ان انت الحمد لله ان انا ما استسلمتش، الحمد لله ان انا ما وقفتش. دي احلى لحظه ممكن اي حد يحسها في حياته. انا جاي من هناك، واعتبر الفيديو ده رساله من ربنا طبعا، أنا جاي من هناك وبقول لك انه السعي ما بيقفش عشان النتيجه ما بتجيش، السعي بيقف لو انت مش عايز ده، مش بتحبه، غير كده توقفش. بس شكرا ليكم، شكرا انتوا اتفرجتوا على الفيديو او سمعت البودكاست ايا كان. اتمنى ما تكونوش كنتوا في الجيم ولا سايقين. لو حد كان بيشوف البودكاست دي وهو قاعد على اللابتوب بيتفرج على الفيديو، يا ريت يكتب لي في الكومنتس، هحب قوي ان احنا نتواصل مع بعض. ابعتوا لي على السوشيال ميديا هتلاقوها تحت في الديسكربشن بتاع الفيديو. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.